كيف تقيهم النار وأنت منشغل عنهم؟ الانشغال عن تربية الأبناء أمر واقع نشهده في حياتنا، فالآباء والأمهات في انشغال بالسفر والتجارة والسوشيال ميديا وغيرها، والله سبحانه يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ولكن كيف يقيهم الإنسان النار وليس عنده وقت للحديث معهم؟ كيف يقيهم النار وهو لا يسأل عن صلاتهم؟ كم مرة أيها الأب جلست مع ولدك؟ كم مرة أمسكت معه مصحفا؟ كم مرة قلت له: أحبك يا بني وأنا فخور بك؟ انتبهوا لأبنائكم، فلله سبحانه وتعالى حق، ولأبنائكم وبناتكم حق. لا تتركوا أبناءكم وبناتكم أمام وسائل التواصل الاجتماعي والشاشات الغريبة والفضائيات التي قد تبث شيئا يغير من تفكيرهم ويؤثر في أخلاقهم وسلوكهم. إن لم تتابعوهم وتكونوا معهم سوف تتركوا تربيتهم للشارع ولوسائل التواصل ولغيرها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.